قاعد بتفرج على فيلم الارض. حاربنا سوا ايام الانجليز وايام السلطه. رحنا الشام في عز البرد والتلج نحارب. شفنا الموت بعينينا. دفنا مننا ناس في التلج. لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لاننا كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. وفي ثوره سنه 19 حاربنا مره تانيه مع سعد باشا. حرقنا الاطار. قطعنا سكه الحديد ضد الانجليز. ضربونا. حبسونا. مات مننا اولاد. انما كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش نتكلم عن النتيجه، انما احنا وقفنا معاك يا شيخ حسونه وسمعنا كلامك. كانت النتيجه ايه؟ انضربنا، اتهنا، لكننا كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده ما خفناش. هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. كانت نظرة مليانة سخرية وإحباط اللي بيوجهها محمد أبو سويلم المليجي في فيلم الأرض لما كان مجتمع برجال البلد بيبكتهم ويلومهم واحد واحد عشان كلهم باعوا القضية. قال له والشيخ يوسف يا عيني على الشيخ يوسف، خلاص قعد في البندر ونسي كل حاجة. مش كده يا شيخ يوسف؟ مش عارف ليه كل ما اشوف المشهد ده احس ان المليجي بيكلمني انا، مش عشان انا اسمي يوسف يعني والشيخ يوسف، انما حاسس برضو ان موقفي في الحياة السياسية ما يختلفش عن موقف الشيخ يوسف. ويفضل ابو سويلم ينزل بكلماته زي الكرابيج. عمرنا ما ضعفنا، عمرنا ما انكسرنا. عارفين ليه؟ عشان كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وانتهى المشهد وانا مكسوف من نفسي. يعني انا احسن من اللي ماشيين في المظاهرات بيتعرضوا للضرب والحبس والاعتقال. فين قصص البطوله اللي هحكيها لبنتي لما اكبر؟ وهحكي لها ايه؟ هقول لها عن نضالي وكفاحي زمان ايه لما كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله.